في خطوة غير مسبوقة، صوت البرلمان الفرنسي بالأغلبية على مراجعة وإلغاء اتفاقية إيفيان الموقعة عام 1962 والتي أنهت رسميا حرب الجزائر ومنحتها الاستقلال. هذه الخطوة التي وصفت في الإعلام الفرنسي بأنها تصحيح للتاريخ شكلت ضربة سياسية قوية للنظام الجزائري الذي ظل لعقود طويلة يستند إلى تلك الاتفاقية في شرعيته التاريخية وعلاقاته مع باريس. الاتفاقية كانت تنظم ملفات حساسة منها التعاون الأمني والعسكري والتعويضات وحقوق الفرنسيين في الجزائر، ومع إلغائها فتح الباب على مصراعيه أمام توتر جديد بين البلدين. الجزائر من جانبها اعتبرت القرار استفزازا غير مبرر، بينما رأى مراقبون أنه تحول جذري في السياسة الفرنسية تجاه الجزائر، خصوصا بعد سلسلة من الخلافات حول الهجرة والذاكرة الاستعمارية والتقارب الجزائري الروسي. اليوم باريس ترسل رسالة واضحة: زمن الامتيازات قد انتهى، وفرنسا الجديدة لا تساوم على مصالحها. أما الجزائر فتجد نفسها أمام صفعة دبلوماسية جديدة تضاف إلى سلسلة أزماتها المتتالية. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.